ويحكم السيطرة على جوارها في حصار قبل بدء هجوم مباشر على المدينة، فيما تقول المعارضة المسلحة أن يبرود ومعركتها لن تكون كباقي المعارك. في الأثناء شهدت مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في الشمال الشرقي السوري هجوما نفذه 3 انتحاريين على فندق في المدينة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. نبقى في الأخبار السورية، حيث أعدم تنظيم داعش المرتبط بتنظيم القاعدة 22 شخصا، بينهم 12 مسلحا من المعارضة، إثر سيطرته على منطقة في ريف مدينة جرابلس في شمال سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. حول هذا الموضوع والملف السوري بشكل عام ينضم إلينا من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. سيد عبد الرحمن، مساء الخير وأهلا بك. بداية أبدأ معك من إعدام تنظيم داعش ل 22 شخصا، بينهم 12 مسلحا تقولون. على الأقل تم إعدام 22 مواطنا، بينهم 12 مقاتلا من الكتائب المقاتلة في منطقة الشيوخ بريف جرابلس. هناك 9 مفقودين يعتقد أنهم قد قتلوا أيضا. معلومات لدينا أن بعض الذين قتلوا قطعت رؤوسهم، لكن هذه المعلومات غير نهائية. لكن المفارقة اليوم أن هجوم الدولة الإسلامية في العراق والشام كان في ريف حلب على مقاتلين من العشائر العربية، وايضا في ريف الحسكه وتحديدا في مدينه القامشلي كانت عمليات نفذتها الدوله الاسلاميه في العراق والشام. 3 مقاتلين فجروا انفسهم في فندق خزايا الذي يعتبر مقر للمكاتب الخدميه التابعه للاداره الذاتيه او الاداره المجلس التنفيذي للاداره الذاتيه. ماذا يبتغي داعش من هذه التفجيرات الانتحاريه وهو يقول انه يقاتل بدايه ضد النظام السوري، ولكن كما تقول انه في مناطق محرره؟ حقيقة الأمر أن التفجيرات التي حدثت في فندق هداية في مدينة القامشلي شهداء 8 مدنيين بينهم 4 سيدات قتلوا نتيجة هذه التفجيرات. ولكن المؤسف أن بعض أطياف المعارضة السورية وتحديدا في بعض أدعياء المعارضة السورية في ريف دمشق كانوا سعيدين على أساس أن هذا التفجير استهدف الحزب العمال الكردستاني ولم يقتل أي مقاتل من حزب العمال الكردستاني. نجد اليوم أن هناك مع الأسف البعض يؤيد الدولة الإسلامية عندما تقتل الأكراد، البعض يؤيد الدولة الإسلامية. من هو هذا البعض يا أستاذ رامي؟ من هو هذا البعض؟ في الغوطة الشرقية في الغوطة الشرقية بعض النشطاء الذين يدعون أنهم معارضين للنظام يقومون على سبيل المثال بتأييد قتل الأكراد وتأييد ومحاولة إسكات المرصد أن يتحدث بالحقيقة، ويخرجون علينا بأنهم يعملون من أجل الشعب السوري. من المعيب أن نؤيد قتل الأكراد، من المعيب أن نقول أن الدولة الإسلامية مجرمة في مكان، وفي مكان آخر نؤيدها بقتل مواطنون أكراد مدنيين بينهم نساء في ظل إجرام واضح من الدولة الإسلامية في العراق والشام. ننتقل من القامشلي إلى يبرود. هناك هذا السؤال حقق تقدما. أود أن أسألك على يبرود بالتحديد. تفضل. تمام. حزب الله اللبناني مدعوم بقوات النظام السوري وقوات الدفاع الوطني حقق تقدم جزئيا في مسار عريمة، لكن حتى اللحظة النظام السوري وحزب الله لم يحققوا أي تقدم استراتيجي في منطقة القلمون. ولكن على ما يبدو أن حزب الله بعد أن فقد أكثر من 126 من عناصره بين قتيل وجريح، الآن هو مصر على أن يتقدم في يبرود. ولكن في يبرود هناك آلاف المقاتلين سواء من جبهة النصرة التي هي أقوى في المنطقة أو كتائب إسلامية مقاتلة أو الكتيبة الخضراء التي معظم عناصرها من جنسيات غير سورية والدولة الإسلامية. أعتقد أن الاشتباكات سوف تكون مختلفة، ولكن لا نعلم مدى القوة النارية التي سيستخدمها النظام. هو يستخدم الطائرات الحربية، صواريخ سكوت، قوات النفر حزب الله. سوف الأيام القادمة سوف تظهر لنا مدى حجم قوة حزب الله في تلك المنطقة. نعم سيد رامي، سؤال أخير لو سمحت. بعد إطلاق سراح الراهبات والصفقة التي حدثت مع النظام السوري وإطلاق 150 معتقلة في السجون السورية، برأيك هل لديك معلومات حول إن كان هناك صفقة ما يطلق سراح المطرنين اللذين ماذا لا يحتجزا لدى أحد الفصائل السورية المعارضة؟ إن لم يزلا على قيد الحياة هناك معلومات عن صفقة، ولكن لا نعلم هل هم على قيد الحياة أم جرى قتلهم. حتى اللحظة الأمر غامض